الله يسعد لي مساكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ مناح؟ يا رب تكونوا مناح. بالبدايه شكرا لكم كثير على كل الدعم المعنوي اللي قدمتوه بالحلقه الثانيه من دكتور الصح على صفحه سويدة 24. هلا حلقتنا لليوم يا جماعه الخير مش بحاجه سماعات دكتور ابدا، لانه بكل بساطه عنوان حلقتنا لليوم كيف تكون ذبابه الكترونيه ناجحه. يعني والله حرام يكون عندك طموح كيف تصير ذبابه الكترونيه ناجحه ونحن ما ندعمكش ونوقفش معك. لازم نوقف معك اخي المواطن ونوجهك على الطريق الصحيح، لانه بكل بساطه نحن مع حقوق الحيوان. هلا بغض النظر عن حجم الحيوان، كان حيوان صغير ولا كبير، خصوصي يعني بعد ما سقط الاكس تبعنا. هون الذباب الالكتروني فعفوعه غير شكل. يعني بحياة خالتي فايز قلب صار لازم نشكل جيش ثاني مهمته يراقب تعليقات الذباب الالكتروني، يكون شغلته يلقط بهالذبان ويمسح تعليقات ويحظر. لك لا هي التعليقات ما بتعتبر ذباب الكتروني، هذول يرقات يخزي العين عنه. التعبير الشخصي يا اخي المواطن ما بيعتبر من ضمن فصيله الذباب الالكتروني، بالعكس اخي المشاهد هذول لازم تسمع له، هذول ابناء الوطن. حتى لو اضطريت انك انت تبدل دمك وتجيب لهم دم خفيف مش مشكله، كلنا فدا المواطن. يعني باختصار يا صديقي المشاهد، اذا انت كنت حاسس حالك انسان طبيعي بتناقش تحترم اراء غيرك وعم تفكر كيف ممكن نعيش كلياتنا مع بعضنا رغم اختلافنا مثل اي دوله بهالطابه الارضيه، فانت للاسف يا صديقي غير مؤهل للانضمام الى سرب الذباب الالكتروني. وبكل فخر واعتزاز نقدر نقول لك يا صديقي المشاهد ما يفكحش عينك يا زلمه. ومش بس هيك يا صديقي المشاهد، بنقدم لك هديه كمان برعايه صفحه سويدة 24 مشان تساعدنا بقمع هذا الذبان. يعني معلش له خلينا نمون عليك شوي، والله مش ملحقين عليهم، يعني تواخذنيش، هو كان لازم نجيب لك من هي بس. والله يا جماعه الخير وحياة خالتي فايز القلب وحياة الشهيد القفيز اللي علقناه جديد ميزانيه البرنامج اخي والله ما بتساعد نجيب ثنتين من هذول، فجبنا لك هي. يعني مشي فيها يا زلمه، يفكح عينك، مشي فيها وخبط فيها الذبان الالكتروني اخي. اما يا صديقي في حال كنت انت من النوع اللي بيعرفش يناقش غير بالتشقيع والاهانات والتحريض الطائفي والتحريض المناطقي ومعتنق لافكار المؤامرات الكونيه، فبحب اقول لك يا صديقي انت مؤهل وبكل جداره الى رتبه الذباب الالكتروني من الدرجه الاولى. شو مفكر الموضوع سهل اخي المشاهد؟ انه يلا انا عندي هيك تفكير، يلا تضم تك تراك صار الذبابه الالكترونيه. الموضوع معقد اكثر من هيك، الموضوع بده اجتهاد شخصي وبده تعب، لانه هي شغله الواسطات راحت مع الاكس تبعنا. نحن هلا بمرحله الكفاءات، ثبت لي انك انت ذبانه الكترونيه ناجحه وخذ ترقيات. بالمناسبه يا صديقي المشاهد الذباب الالكتروني كائنات عجيبه وعنده قدره خارقه على التحول. يعني بكل اختصار مش حيوان عادي. يعني فجاه بتلاقي واحد كان خبير رياضي فجاه صار محلل سياسي، وبعد باسبوع بس بيتحول لمفتي وقاضي الكتروني. لا وكمان البعض منهم بيكون بال 2012 عم بيعمل فيديوهات كوميديه، فجاه بال 2014 بيقلب محتوى ناقد سياسي ساخر. شوف لك بل عم بمزح هذا اني يا زلمه، بس انا حبيت امزح معي شوي. يعني ما بعتبرش ذباب الكتروني اكبر من هيك. وبتلاقي عنده مهارات بالمسبات والتحريض غريبه عجيب، سبحان الله بحط سره باضعاف خلقه. يا اخي موسوعه متنقل، يعني بالمختصر بيكون حويها من كل الاتجاهات. تربايه الاكس تبعنا وجزء امه القائد الخالد. وما بدنا ننسى يا صديقي المشاهد مهاره انه هذا الذباب الالكتروني لكيف كعرض لا بيقرا المحتوى ولا بيقرا الخبر. بتلاقيه مثلا سفق لك تعليق على خبر ثقب الاوزون وسابب فيه احد مكونات الشعب السوري ومتهمه انه هو ثقب الاوزون. يا زلمه هذا اوزون كعرض اوزون، يعني ما بينثقب بهالسهوله. ان شاء الله ريت انه يثقبوا اوزون عدوينا بعيد الشر. ولا بتكتب لك محتوى عن الطقس في السويداء، بنط لك الذباب الالكتروني انه انتم جماعه انفصاليين وعم تشوهوا سمعه الوطن، وبتكتب عن زراعه المقثى في ريف دمشق وقديش هن بيعملوا مقثى كثير طيب. يا زلمه بفزل لك الذباب الالكتروني انه ليش ما كنا نسمع صوتكم عام 1950 ببدايه موسم مقثى. يفكع عينه هذا ريان معروف، الا ما يجوعنا بالاعداد تبعه. هلا الذبان العادي عمره كلياته ما بيتجاوز اليومين وبيموت، فبتقول لحالك انه ممكن نسل ورا نسل يتعدل، بس هذول يفكع عينهم يا زلمه عمرهم طويل لانه بيتغذوا على الجهل، والجهل هالايام ما بدهم يقول لكم جهل هالايام شيء كثير. لك حتى بليس اللعين يا الله بليس اللعين صار يطلع دورات تدريبيه وماسك بيده دفتر ملاحظات وعم بيشوف شغلهم ويتعلم منه. ترضى على حالك اخي الذباب الالكتروني، لكن بليس اللعين يفكع عرضه، بليس اللعين يتعلم منك كيف يكون ابن 60,000 فتنجي بصير اخي الذباب. والله ما بصير، عيب. صح مزبوط، عيب اخي الذباب. بسواش خليك اكبر من هيك. لهيك الحل يا صديقي المواطن اللي انت مش ذباب الكتروني واللي ما يفكحش عينك انك تتعامل معه معامله الذبان الحقيقي ولا تناقشه، لانه مستحيل يقتنع منك اذا هو اساسا مش مقتنع منه. بدي يقتنع منك انت اخي المواطن، يعني من الاخير طنشو اخي طنشو يا زلمه. لانه الذباني يا صديقي المشاهد لما تلاقي ما في تفاعل بتدوخ لحالها. يلا بدناش اطول عليكم، اذا خطرنا عندكم وتنسوش تتفاعلوا مع الفيديو وتخافوش علي، انا دايق خلقه. عن اخت الذباني يا زلمه طفي. الله يسعد لي مساكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ مناح؟ يا رب تكونوا مناح. حلقتنا لليوم عن بابلو اسكوبار. لا مش قصدي عن هذا، قصدي عن النسخه اللبنانيه. نوح زعيتر انتشر له تسجيل وهو عم يهدد اخواننا السوريين السنه في لبنان. اي سوري سني بالقصر بالهرمل بلطه بده يتكسر وبده ينباع كل هيئه مكسر. اي سوري بلطه وكسروه، وانا اول واحد بلط سوري بدي
كشفه. انا اليوم ماليش خلق اسوي فيديو، وتعبت اساسا اسوي فيديو من غير منفعه يا اخي، لازم فيديوهاتي تكون هادفه، لهيك اليوم فيش فيديو. انا اليوم جاي اقدم الحل، وهي فرشاي. لازم جنوب لبنان يلبس الاخضر اخي ويصير صديق. وامانه الله بس تخلصوا دهان شو بضل بالعلبه رجعوا لي. ها مش محرزه كل هالعلبه لجنوب لبنان، مش محرزه يا اخي. لا بمزح لبنان ذات سيادي. بس يا اخي الكريم نحن عذرنا الشبيحه النبيحه عنا بسوريا على الاشياء اللي عم يعملوها، لانه الجماعه اخي انقطعوا من الكبتاغون. بس انت المعمل يفكع عرضك يا زلمه. يعني بصير اخي نوح هلا اخي يشوفوك اخوانك الشبيحه بسوريا يفوتوا بحاله اكتئاب، انه شوف اذا المعمل وهيك صار فيه كيف نحن المتعاطيين. شد الهم يا زلمه، عيب اتفرطش، قدر الله وما شاء فعل. مصابكم كبير، خليه قدوه زبالي لشبيحه سوريا. بعدين اكسزموا اخي نحن السوريين والله مش قد هالفوتي، لا تحرجونا. قال نحن ما متنا بس شفنا اللي ماتوا اخي. شفنا اخي الجندي الاسرائيلي اللي حاول يفوت على جنوب لبنان شو صار فيه، شفنا بعيوننا. في حدا من الجنود الاسرائيليه اللي رجعوا على اسرائيل وقالوا له احكي لنا شو صار معك بجنوب لبنان، قال لهم كنت في التسلل ما لقيت الا شجره صرخت يا زهراء وانطفى الضوء. صح يا حاج. طبعا. هلا بعرف انا 3/4 العالم مش فهمان عليها للمتموزيل شو حكى. هي قاصده بطفى الضوء يعني شخطها لفوق، والشجره واحد من المقاومه كان لابس تنكر شجره تمويه يعني. بس طالما الجندي الاسرائيلي رجع على اسرائيل معناتها الجندي ما مات يا متموزيل. بس هي قالت انه هذا الجندي فات تسلل، لهيك ما حسبوها. صح مزبوط، فات تسلل يعني الهدف كان محقق. المقاوم ملوش علاقه، بس يفكع عرضه المقاوم. بس لو انه شايلها شجره وركض زي اللي بعد الخط بصير هيك. هي فرصه لا تتكرر اخي، تقع بمصيده التسلل يا مقاوم. مش عم يعطوك حصة رياضة أخي بالتدريب المقاومي تفهم وين التسلل وين اللي مش تسلل. بس شو بدي بالحكي يا جماعة الخير، الله حيو المقاومي سباع لك ليك في دبابة مركبة هنيك يا زهراء. يا زلمه. وحياة خالد فايزي قلب، وحياة الاكس تبعنا، وحياة جوز امه القائد الخالد، الله يعطيني نص الثقة اللي عندكم يا اخواننا بجنوب لبنان. هل تعلم اذا راح ربع الشعب السوري، ربعه مش كله، وعمل الشغله اللي عملها اخوه لعماد نجار بعماد نجار بنفس وذات الوقت بيغرق جنوب لبنان؟ صح يا حاج؟ ولك حتى الشاهين يفكع عرضك. شاهين اذا وصل لحدود حمص وبده يدور ويرجع بده يوسع كوعه لاخر جنوب لبنان. صح يا حاج؟ وهل تعلم انه الاكس تبعنا هو وايران وحزب العمويد وفاطميون وزينبيون وارنبيون فتنا عليهم بالموتورات يفكعينا بالموتورات. بدك هلا تحمسنا وتخلينا نشجع الرياضه ونفوت على الجنوب بالبسكليتات؟ اخي والله بيعضوا جرينا. صح يا حاج؟ هذا اذا نقول اهلنا بطرابلس خلونا نتعذى وما هجموا عليكم بالنقافات. اساسا انتم نقيفي كثير عليكم. والله احسن لك هيك يا زلمه، الولد العاق بجيب لاهله المسبي. احسن لك يا نوح بهدلت اهلك. يعني هلا انت شو قادر تسوي يا زهراء؟ يعني لا حول ولا قوه الا بالله. يفكع عيني يا زلمه، انا شو كان بدي بهالعلقه ووجعة هالراس. صح يا حاج؟ شكله اهلنا بطرابلس بلشوا بالنقافات وصابوا بالنقيفه للزلمه. يلا مش مشكله، ضل خطرنا عندكم ويعفو الله. طفي